أن مما يؤسف له أن هناك أقطارا لا يسود فيها السلم والأمن، ويؤلمنا ألما شديدا أن تجري في أرض جاراتنا الجزائر الشقيقة معارك يتسع نطاقها يوما بعد يوم، وما أشد رغبتنا في أن تباشر مفاوضات بين جميع من يهمهم الأمر لتسوية النزاع القائم تسوية تتفق وميثاق الأمم المتحدة الذي يعترف للشعوب بحق تقرير مصيرها. وليس من العسير على العزائم الصالحة أن تضافر جهودها مصطنعة في ذلك الحكمة وحسن الإدراك لحل هذا المشكل الأليم ولوضع حد لإراقة الدماء. إن أملنا لوطيد أن تصبح منظمتكم ملتقى لجميع شعوب العالم ومجالا للاتصال بعضها ببعض وموئلا للتشاور والحوار، وإن رجاءنا الأكيد أن يكلف ونتطلع إلى الوصول إلى تصفية نهائية لظاهرة الاستعمار مع آخر مستعمرة إفريقية، حيث لا زال الشعب بأكمله في الصحراء الغربية محروما من حقه الأساسي في تقرير المصير عبر استفتاء حر ونزيه يتوافق مع خطة التسوية الأممية الإفريقية التي اعتمدها مجلس الأمن سنة 1991 ووافق عليها الطرفان، والتي تظل تنتظر التطبيق.